احكي لك نبذه صغيره عني الاول. انا بعمل كونتنت على السوشيال ميديا عن رفق بالحيوانات ومساعده الحيوانات وانقاذهم وكده. جميل. يعني لما بلاقي كلب مخبوط باخده اساعده، بعد ما اخلص علاج اشوف له بيت، اشوف له شيلتر كده. ممتاز. جميل. وكان المين انترست بتاعي في كينيا السفاري والحيوانات. موضوع خدني في حته التصوير من 2012 تقريبا. اوكي. دخلت في التصوير في الاساس عشان اصور حيوانات، مش في التصوير عامه. مش الطبيعه بشكل عام، الحيوانات. حيوانات بس، حيوانات وطيور. الاساسي كان طيور وبعدين بقى حيوانات بقى بعد ما جيت كينيا يعني. انا كنت شغال في الامارات، كنت عايش في الامارات وكنت بسافر كل سنه للتصوير. كهوايه بالظبط. هو التصوير لحد دلوقتي هوايه مش شغل برضه. رحت كذا بلد في افريقيا وطلعت اوروبا كذا مره، وبعدين جيت مره كينيا 2016. وانا في كينيا قررت ان انا مش هرجع الامارات تاني. خلاص. كانت من اول مره كانت اول زياره ليا في كينيا. اول زياره ليك في كينيا خدت القرار. اول زياره ليا في كينيا قررت ان انا مش هرجع تاني، وقدمت استقالتي وخلصت حاجاتي وقعدت في مصر شويه، وبعدين جيت على هنا. ما كنتش عارف هعمل ايه، بس انا كان هدفي ان انا اقعد هنا. هتقعد؟ انا عايز اقعد هنا، بس يعني اشوف ممكن اعمل ايه خليني اقعد هنا. وجي بقى موضوع الكامب كله بالصدفه. يعني الموضوع ده ما كانش مخطط له خالص، زي ما يعني اللي شايفاه ده ما كانش مخطط له قبل كده خالص. تالك بوش كامب بالنسبة لي ما كانش مجرد مكان نخيم فيه في الغابة، هي كانت تجربة كاملة متكاملة أساسية في رحلة كينيا كلها. من أول التنتس أو الرومز، أول ما تدخلها تحس إن أنت كأنك داخل بيتك، لشعب المسايق اللي بجد ما فيش أطيب منهم واللي قضيت معاهم أحلى لحظات حياتي، للأكل المصري البيتي اللي بيتقدم اللي بيحسسك كأنك لسه ما سبتش مصر، لحد القرود والحيوانات المختلفة اللي بنلاقيها حوالينا في كل مكان، بنقدر نتعامل معاها ونأكلها ونعيش تجربة ما أعتقدش إن هعرف أعيشها في مكان تاني. عشان كده لو ربنا قدرني وقدرت ازور كينيا تاني، اكيد على طول هطلع على تالك بوش كامب. وتقدروا تشوفوا الكامب كله في الفلوج ده على اليوتيوب، وتسمعوا حكاية مصطفى كلها وقصة نجاحه اللي انا بجد فخورة بيها جدا.